وانت في طريقك لتكوين عادة جديدة حسنة أو تخلصك من عادة قديمة سيئة، من أهم الحاجات اللي بتأثر عليك البيئة المحيطة بيك. وهنا في سؤال مهم، واللي هو هل ضبط النفس له دور كبير في تكوينك لعادة أو تخلصك منها؟ بالنسبة لتأثير البيئة المحيطة بيك، خلينا أقول لك إنه في سنة 1971 وخلال الحرب الأمريكية على فيتنام، 2 من أعضاء الكونغرس الأمريكي زاروا الجنود الأمريكان اللي بيحاربوا في فيتنام، ولاحظوا إنه 15% من الجنود أصبحوا مدمنين على مخدر الهيروين، و35% من إجمالي الجنود تعاطوا مخدر الهيروين ولو مرة واحدة على الأقل. وعشان كده وبعد الزيارة دي الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون أنشأوا مكتب لمكافحة تعاطي الهيروين، والمكتب ده كان من ضمن أعضائه باحث اسمه لي روبنز، واللي توصل إلى أن إدمان الهيروين مش إدمان دايم ويمكن التخلص منه، وده عكس اللي كان معروف وقتها بأن إدمان الهيروين إدمان دايم وصعب الإقلاع عنه أو التخلص منه. ووجهة نظر الباحث لي روبنز كانت بتدور حوالين تغيير البيئة المحيطة بالمدمن وتأثيرها في إقلاعه عن الإدمان، لأن من خلال بحثه في موضوع تعاطي الهيروين بالنسبة للجنود الأمريكان لاحظ أن من بعد رجوع الجنود من فيتنام حوالي 5% منهم بس اللي رجعوا للإدمان على الهيروين بعد سنة، و35% منهم رجعوا للإدمان بعد 3 سنين. والاسباب اللي كان بيستند عليها انهم كانوا محاطين باشارات بتحفزهم على تعاطي الهيروين، زي انه كان سهل عليهم انهم يحصلوا على الهيروين، وكانوا تحت ضغط مستمر بسبب الحرب، وعشان كده كانوا بيهربوا من الضغط ده بتعاطيهم للهيروين. ده غير انهم كانوا قاعدين مع جنود مدمنين على الهيروين، وكانوا بعاد عن وطنهم بالاف الاميال، ولكن بمجرد رجوعهم لوطنهم كانوا بيلاقوا نفسهم في بيئة خالية من ضغوطات الحرب، وصعب عليهم الحصول على الهيروين، وما بيتعاملوش مع جنود مدمنين ولا واقعين تحت تأثير ضغط الحرب، وبالتالي لما تغير سياق يومهم اتغيرت بالتبعية عاداتهم في إدمانهم للهيروين. ومثال تاني على تأثير البيئة المحيطة بيك في تكوينك لعادة جديدة أو تخلصك من عادة قديمة سيئة، والمثال ده بيتعلق بصديقة كاتب كتاب العادات الذرية جيمس كلير، واللي قال إنه عنده صديقة كانت بتمارس هوايتها في ركوب الخيل مع صديقة ليها، وأثناء ركوبها من الخيل كانت بتحب تدخن سيجارة، وجاء عليها فترة حبت تبطل التدخين، وفي الفترة دي الظروف منعتها من ممارسة هوايتها في ركوب الخيل، وفعلا قدرت انها تقلع عن التدخين، ولكن بعد فترة رجعت تمارس هوايتها في ركوب الخيل من جديد، والمفاجأة هنا انها بدأت تعرض نفسها او تتعرض لإشارات عاداتها القديمة واللي هي ركوب الخيل، وبالتالي الحنين لتدخين سيجارة أثناء ركوب الخيل. وللأسف رجعت من جديد لعادة التدخين أثناء ركوب الخيل والتدخين بشكل عام. والخلاصة لما قدرت في السابق إنها تقلع عن التدخين، كل اللي حصل معاها إنها ما كانتش بتتعرض للإشارات اللي كانت بتخليها تدخن سيجارة، واللي هي ممارستها لهوايتها بركوب الخيل. وعشان كده لما رجعت تركب الخيل من جديد بدأت الإشارات المحفزة ليها على التدخين من جديد في الظهور، وبالتالي رجعت للتدخين. والخلاصة الحاجز بينك وبين رجوعك لممارسة عاداتك القديمة هي وجودك في نفس البيئة القديمة وتعرضك لنفس الإشارات المحفزة لعاداتك القديمة. ودلوقتي بخصوص كلامنا عن تكوينك لعادة جديدة حسنة أو تغييرك لعادة قديمة سيئة، هكلمك عن ضبط النفس وأهميته، وهل له دور كبير وفعال في تغييرك لعادة أو تكوينك لعادة. بخصوص موضوع العادات في تكوينها او التخلص منها، كان بيقول لك ان اللي ما بيقدرش يتحكم في نفسه وتصرفاته شخص ما عندوش ضبط للنفس، والكلام ده مش صح، لان في دراسات حديثه بينت الفرق بين الشخص المنضبط والشخص غير المنضبط، واللي حلل فيها علماء النفس سلوك الاشخاص اللي عندهم قدره على ضبط نفسهم والاشخاص اللي ما عندهمش قدره على ضبط نفسهم. وقالوا انه الشخص اللي بيقدر يضبط نفسه ويتحكم في تصرفاته وما بياخدش وقت كبير عشان يقاوم اغراءات الاشارات اللي حواليه، وده طبعا عكس الشخص اللي ما بيقدرش يسيطر على نفسه وضبط النفس عنده ضعيف، وبالتالي اغراءات الاشارات اللي حواليه بتخليه يضعف ويرجع يمارس عاداته القديمه حتى ولو كانت عادات سيئه. وده مش معناه ان الشخص اللي عنده ضبط النفس بيتساوى مع الشخص اللي ما عندوش ضبط للنفس، لان الشخص اللي عنده قدره على ضبط نفسه بتكون له الافضليه بسبب قدرته على مقاومه اغراءات الاشارات اللي بتحفزه على ممارسه عاده معينه. وفي الأخير علماء النفس وصلوا لنتيجة، وهي إن ضبط النفس والمصابرة والعزيمة القوية مفيش كلام مهمين للنجاح، ولكنهم قالوا إن اللي أفضل من ضبط النفس هو إنك تخلق بيئة محيطة بيك تكون أكثر انضباط تساعدك في تكوين عادة أو التخلص من عادة. وعلى فكرة في جزئية مهمة ممكن تكون غايبة عنك، واللي هي إن العادة بعد ما تتكون وتتغرس في عقلك اللاواعي هتمارسها بدون مجهود أو تفكير منك، ومش معنى إنك قدرت في يوم من الأيام إنك تغير عادة أو تتخلص منها إنك هتنساها للأبد، لأن العادة بعد ما تتكون بتتغرس في عقلك اللاواعي، وبمجرد ما تتعرض لإشاراتها هتلاقي نفسك بتمارسها من غير ما تحس.
وعشان كده أفضل حاجة في تغيير العادات هو إنك تغير البيئة المحيطة بيك، لأن الشعر اللي بينك وبين إنك ترجع لممارسة العادة القديمة من جديد هي إنك تتعرض لإشاراتها. يعني ما بين إقلاعك عن عادة ورجوعك ليها أنت بس ما كنتش بتتعرض لإشاراتها فقط، وبمجرد ما تتعرض لإشاراتها من جديد بتلاقي نفسك رجعت لعاداتك القديمة. والخلاصة نقدر نقول إن ضبط النفس ملهوش تأثير كبير زي تأثير البيئة المحيطة بيك، لأن ضبط النفس زي ما قلنا هو بس مجرد إنه ما بيخليكش تاخد وقت كبير عشان تتغلب على إشارات عاداتك القديمة، ولكن البيئة المحيطة بيك ممكن لو ما تغيرتش بشكل جذري إنها تخليك ترجع لممارسة عاداتك القديمة حتى ولو كانت سيئة، وحتى لو كنت أقلعت عنها لسنين، وحتى لو كان عندك ضبط للنفس بشكل كبير، لأنك لما تتعرض لبيئة مليانة بإشارات بتحفزك على ممارسة عاداتك القديمة هتلاقي نفسك بترجع تمارسها. وعشان كده أفضل حاجة إنك تغير البيئة المحيطة بيك تغيير جذري عشان تقطع الصلة بينك وبين العادة القديمة السيئة، وتفضل تمارس عاداتك الجديدة الحسنة اللي سبق وكونتها.